اعتاب باب النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة. صرح المستشار مرتضى منصور وقال ان هو هيقدم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الأستاذ ممدوح عباس بان هو كان وراء الحادث أمس. يعني الحقيقة خبر جديد. كان معايا المستشار مرتضى منصور امبارح على التليفون ولم يصرح ان الأستاذ ممدوح عباس له دخل بأي شيء. مش عارف يعني الدنيا رايحة فين، احنا الحقيقة مش عارفين. حاولت امبارح انا الحقيقة في حديثي، يعني كنت برضو مختلف شوية عن بقية الناس. حاولت دايما ابعد عن موضوع الوايت نايتس والالتراس وبتاع، وقلت دي ناس خارجة عن القانون، مش كل حاجة لازم اجيب الجمهور، مش كل حاجة لازم اقول هم اللي عملوا هم السبب وهم يعني. دي امبارح كانت وجهة نظري، انا ما اعرفش الحقيقة. كان ليهم تصريحات امبارح على صفحتهم، ما اعرفش هم ورا الاحداث مش ورا الاحداث. انا الحقيقه مش عارف. برضو المستشار مرتضى منصور قال ان هو اخذ موافقه على 30 رخصه سلاح. انا شايف الحقيقه الموضوع صعب جدا. يعني نادي، انا النهارده مثلا نادي زي الصيد او اليوبلس او الاهلي او الزمالك، انا ممكن اودي ابني فيه او مراتي او حد ان هو او امي ان هي تقعد جوه والامن شايل سلاح او الوضع كده. اعتقد هتبقى قصه صعبه. هيتعامل ازاي مع اي خناقات جوه النادي؟ الانديه دي مش بس مشاكل بره، مشاكل جوه وخناقات مع الاعضاء وخناقات. يعني انا الحقيقه مش متخيلها. انا شايف ان ده وضع صعب. انا شايف ان احنا نحل واللي اخطا يجازى والمجرم نجيبه، ولكن ان انا اسلح امن نادي، انا الحقيقه ما اعرفش. يعني حتى الداخليه وضعها ايه، انا الحقيقه